يا اهلا، تخيل انه انت وصديقك جاي تلعبون دومنا، اللي ضدكم نزل بده وشش فصديقك قال قاعد يعني ما عندي القطعه المناسبه اللي اقدر العبها هسه، هل من المنطقي انه انت تلومه؟ بالتاكيد لا، لانه انت تدري بانه ما كان له اي دور باختيار القطع اللي اخذها وانما مجرد توزيع عشوائي، وصادف بانه ما عنده القطعه اللي يقدر يلعبها، بل حتى بالدومنا لما تكون تلوم صديقك انه ما لعب فد لعبه معينه ببالك، الجواب الوحيد اللي ممكن تقبله من عنده لما يقول لك حكم يعني انا حكمت انه انا ما اقدر العب اللعبه اللي تريدها لان ما عندي القطعه المناسبه لها. بس شايفين هذا التفكير المنطقي اللي احنا نمارسه بالدومنه، هو ان الانسان لا يحاسب على ما لم يختر. هذا التفكير تقريبا الكوكب كله عاجز عن تطبيقه على ارض الواقع. عوفنا من الكوكب، خلينا بالعراق، معيدي شروقي لفو اقضي نواحي ينحل عليه وقت عبد الكريم قاسم. لابد بان انت يوما ما سمعت وحده من ذي المصطلحات، هذا ما يسمى بالتحيز. وهنا لازم نتساءل، كيف نشأ التحيز؟ يعني بالضبط شنو هي الجذور النفسيه اللي تدفعنا نحو التحيز؟ أول بداية خلينا نتفق على نقطة مهمة جدا، وهي بأنه احنا تطورنا ككائن أبطأ بهواي من تطور الحضارة البشرية. يعني ممكن حاليا الحضارة تطورت، احنا قلنا نقعد بأماكن آمنة، أكو جيش وشرطة يحمونا، ولكن أدمغتنا بعد هي تتعامل بأنه احنا هذا الكائن البدائي اللي موجود بالعراء اللي جاي يواجه المخاطر المختلفة، فبالتالي تتوقع بأنه هذا الكائن البدائي نسبة بقاء أعلى لما يكون وحده لو لما يكون ضمن جماعة. بالتأكيد لما يكون ضمن جماعة. هنا جذور الاحتياج العميق اللي موجود جوانا بأن نكون منتمين إلى جروب معين، إلى مجموعة معينة، بل وأنه حتى بما يسمى بهرم ماسلو لاحتياجات الكائن البشري يخليه تقريبا بالمركز الثالث. يعني بالبداية عندك الأكل والشرب، الاحتياجات الفسيولوجية، ثانيا فكرة الأمان بالمركز الثاني، وبالمركز الثالث اللي هو حاجته إلى الانتماء. ومن هنا نقدر نفهم الألم الحاد اللي ممكن يحس به الإنسان لما يتعرض إلى نبذ مجتمعي، لما يحس نفسه ما منتمي، او لما يحس بالوحده. يعني شوفوا على سبيل المثال هاي الدراسه اللي اسمها Does Rejection Hurt؟ يعني هل النبذ مؤلم؟ بهاي الدراسه قرروا يجيبون مجموعه من الناس ويلعبونهم لعبه اللي هي لعبه اشمر الطوبه، تمام؟ يعني قول فد شيء معين واشمر الطوبه الواحد يجاوبك عن سؤال معين، بعدين هذا الواحد يشمر الطوبه الواحد الثاني فيجاوب عن سؤال معين، والاشخاص اللي استهدفوهم بالدراسه خلوهم يقعدون بهذا الجروب ويلعبون هاي اللعبه بس بعد يشمرون بالطوبه، يعني حرفيا ملبوس. وبعدين سووا صورة رنين مغناطيسي اللي هو الام ار اي على مود يشوفون يا منطقة من دماغهم راح تتنشط بهاي الحالة. فلقوا بانه تتنشط منطقه معينه اسمها الانتيريور سينجوليت كورتكس، الاي سي سي، مو تعرفوها، بس عموما هاي المنطقه تتنشط ايضا عند وجود مؤشر لالم فيزيائي، يعني الم حسي. ملخص الدراسه انه النبذ المجتمعي يحفز نفس المنطقه بالدماغ اللي تتحفز لما يكون اكو الم جسدي، الم فيزيائي، مثل انه واحد يضربك بوكسي، يعني دماغك يقرا نبذك المجتمعي على انه هو الم جسدي. وعموما الالم هو عباره عن يعني صوت انذار بانه اكو شيء خطا، يعني انت لما تكون منبوذ اكو شيء خطا، حاول تلقى جماعه على مود تقدر تبقى. وبما انه طبيعه الانسان هي الهروب من اي شيء ممكن يسبب له الم، نشوف احتياج الانسان اللحوح بانه يكون ضمن جماعه معينه، ضمن فئه معينه، ويتم تعريفه ضمن هذه الفئه على مود يشعر بالامان. هسه ننتقل للخطوه الاخرى، الانسان عرف الجماعه مالته، بس لازم يعرف الجماعات الاخرى، يعني لازم يقوم بتعريف الجماعات الاخرى. يعني مش مدري بأن الجماعات الأخرى هي مو نفس جماعتي، فلازم أعرفهم. بس المشكلة بأن الجماعات الإنسانية الثانية هم هواي، وما أقدر أعرف ثقافتهم بكل تفاصيلها، لأنه بكل بساطة هذا شيء مرهق للعقل. فهنا حسب ما يقول عالم النفس جوردن ألبرت بأنه دماغنا لأن هو كسول يميل إلى تصنيف هذه المجموعات ويخلي لها سمات عامة، وعادة هاي السمات تكون سهلة ومبسطة. يعني مثلا الشيعة عند الناس اللي مو شيعة، يعبدون الحسين، يسجدون للتربة، تطبير، لطم، زواج متعة. السنة عند الناس اللي ما يعرفونهم، أغبياء فكريا، مستسلمين، ما يتسالون، تكفيريين، إرهابيين. البوذيين يعدون بوذا رغم والله ما يعدون بوذا. البنغاليين بورلي. فالفكرة بأنه دماغنا لين كسول يميل إلى تنميط هذه المجموعة ويخلي لها سمات مبسطة، وكذلك يخلي هذه السمات تنطبق على جميع الأفراد اللي بيها، لأن بكل بساطة معاملتهم بشكل فردي بأنه كل فرد من هذه الجماعة له سمات مختلفة أو كذا، هذا أمر مرهق. لا، هم كله يعني عد وشيل. ومن هنا نشأ التحيز. هسه المشكلة وين تنشأ؟ لما نشوف شخص معين، مثلا على سبيل المثال أنا صادفت أحد ما وقال أنا، فأنا مباشرة استحضرت كل تصرفات المعدان الغير متحضرين وألصقتها بهذا الشخص، رغم هذا الشخص ممكن يكون مثقف أكثر مني، متعلم أكثر مني، متحضر أكثر مني. فهذا الحكم المسبق وتخيلي لطبيعة ثقافته ولمستواه الثقافي والإدراكي ممكن يأثر على تعاملي وياه، يعني ممكن أتعامل وياه بفوقية، أو أتوقع أنه راح يكون غير متحضر أو هجومي، فبالتالي أعامله بطريقة معينة قبل لا هو يسوي أي شيء أصلا، فتنشأ مشكلة. هسه ممكن نروح للخطوة اللي بعدها، وهي فكرة تكون الغيظ أو المشاعر السلبية تجاه هاي الفئة المعينة. على سبيل المثال بالدراسات الغربية دائما يذكرون فكرة انه ليش الامريكيين مثلا عندهم تحيز اتجاه المهاجرين، يقولون بانه اكو فئات معينة يعلقون دائما فشلهم على فكرة المهاجرين، بان المهاجرين اجوا لهنا ونافسونا على الوظائف وخذوا الوظائف مالت واحنا اللي احق بها، يعني مثل بالبصرة لما يضج من اللفو مثلا. وخلنا نفرض انه هو طلع فعلا انسان مو متحضر،
مو من المنطقي انه نطرح بعض التساؤلات؟ مثلا ممكن يكون هو ضحيه للمنظومه التعليميه، للاوضاع الاجتماعيه السيئه اللي خلقها تراكم تاريخي معين من ايام العهد الملكي، بعدين صدام الحروب اللي دخلها، وبعدين مدري شنو خلى مستوى الفقر بهاي المحافظه عالي، فبالتالي مستوى التعليم سيء، فبالتالي هذا النموذج طلع بهالطريقه. يعني بدل ما احمل ضده مشاعر سلبيه، مو المفروض اتعاطف وياه نوعا ما؟ يعني على الاقل اخلي احتماليه بانه هو ممكن يكون ضحيه لهي الاشياء، هاي غير احتماليه انه احتمال يطلع مثقف اكثر مني، مثل ما قلنا متعلم اكثر مني. شوفوا بالنهايه التحيز هو امر لا مفر منه، ولكن هذا هو دور الوعي والثقافه. يعني على سبيل المثال انا تعريفي للمثقف، ويعني هذا تعريف خاص بي، ما ادري تقبلوه او لا، بان المثقف هو الشخص اللي يتعامل ويا نفسه كحاله قابله للدراسه، دائما ما يحاول تحليل الدوافع مالته لما يتصرف تصرف معين. على سبيل المثال لما يقرر بانه ينمط مجموعه معينه وبانه هم كلهم هيك، يقول بانه هذا دماغي كسول وجاي يحاول يخلي ليبل عامل ذولا، يخلي صوره نمطيه لذولا على مود يرتاح. ممكن بالواقع هم مو هيك. يعني دائما حاول تفكك افكارك وتحللها، انه انا دماغي ليش دفعني بانه افكر بهذه الطريقه، سواء بموضوع الانحياز او غيره. هسه ممكن انت ما يكون عندك انحياز مثلا على سبيل المثال تجاه الناس اللي من محافظات ثانيه، رغم انا هواي اشوف هاي الدوائر بالمجتمع العراقي تكبر وتصغر. يعني مثلا اهل الجنوب فجاه اجتمعوا قاموا يحجون على واحد، بعدين البصره واهل الجنوب نفسهم، بعدين اهل المحافظه الوحده ما بين مركز واقضيه ونواحي، بعدين اهل المركز مثلا ما بين كرخ ورصاف، فالانسان يطب ويطلع من دوائر الانتماء هاي. هسه طبيعي، بس حاول بقدر الامكان بانه تتخلص من التحيز عن طريق تحليلك لنفسك. انا بكل بساطه ما تكون انسان بدائي. مثلا هاي الصوره النمطيه تتعزز بشكل غير مقصود بالميمز، انه مثلا انه السماوه اجل بغداد الغى محافظه السماوه، او ابن الغربيه كذا. هسه اوكي الموضوع يضحك وانا مو ضد الضحك يعني، بس حسيت انه لازم اكو شخص ما يقول هذا الكلام على مود نحافظ على نفسنا من فخ الانحياز. وفكره الانحياز مو بس بالمحافظات، فكروا بيها راح تلقون انحيازات كلش هواي عندنا. على سبيل المثال ابو الحكومه ضد الاهلي، الطب العام ضد الاسنان. يعني بلحظه معينه اقول يمكن انا ضايج من اطباء الاسنان لين يجيبون فلوس اكثر. يمكن. حاول تفكك تحيزك على قد ما تقدر، على مود تكون انسان واعي، على مود تكون انسان مثقف، على مود يكون هذا البلد افضل بطريقه او باخرى. بالنهايه حتى فكره الفخر بالمدينه، الفخر المبالغ به اللي تبدو بانه هي جيده، انا مو كلش اتفق وياها. على راس ابن الناصريه، يعني بكل بساطه مثل ما تريد الناس لا يحاسبونك على ما لم تختر، همين مو من المنطقي بانه تفخر بما لم تختر. يعني مجرد بقعه جغرافيا وجدت فيها، واذا ما شعرت بالفخر فهمين لا تشعر بالدونيه بانه انت من منطقه معينه. لان ببساطه الانسان ما لازم يلوم نفسه على الاشياء اللي خارج اطار قدرته. انت كانسان ما راح تعرفك المنطقه الجغرافيه اللي انوجدت بها، وانما عملك على اخراج افضل نسخه من نفسك هو هذا اللي راح يعرفك. ونعم على يومك عبد الكريم قاسم، شكرا. وأطيب من داري بلادا أجوبها، إلى العز جوبي بالبنان ردائيا.